وراكيتيتش المميز على صعيد الكرة الأوروبية اليسرى طبعا كان كرة طويلة عميقة مباشرة وبعيدة من البرازيلي أليكس تيلس. برايان جيل والذي يلعب اليوم يعني أليكس تيلس في الجبهة اليسرى يلعب كرة قصيرة عند باب جايي. محاولة من جديد عميقة، الرفع مر على الطائر، كان فيها حالة تسلل سبقت بكلا القدمين أو بكلتا القدمين بحكم طول القامة متر 91 سنتيمتر. لاعب خطير، لاعب يجيد التمركز. هذه الإعادة استغل أن التعثر الحاصل في النقطة 14 نقطة فارق عن الصدارة، بالتالي كما قلت لأنه الهدف في بدء الأمر ألغي. كرة عادت من الدفاع، لم يتابع الكرة، المتابعة كانت من برايان. الأقرار لابد من الانتظار، حكم اللقاء يوشي شاب برايان جيل يعني نجا من إمكانية احتساب تشيز بيز إخوان. وهدف السابق بتسديدة على يسار فرناندو باتشيك، يحتفل موهوب سيفيا. هذه المرة حالة تسلل على أرضية الميدان بعد هذه الكرة لم يتشارك الكرة تغطية و يعني كان هناك تواجد مثالي لمصلحة خيسوس نافاس. كرة مباشرة في أحضان ويترك مكانه للنجم الأرجنتيني. 34 نقطة، فوز اسبانيول الأسبوع الماضي على ختافي كان بطيرة على مشارف منطقة الجزاء. كرة على الجبهة اليمنى، كريم ركيك إلى هل هناك تحول آخر؟ هل هناك إلغاء تسلل مرفوعة في لقطة يعني هدف داردار؟ ماذا يقول حكم الحكم من جديد عن طريق الفار، عن طريق تدخل؟ انطلق بحركة مفاجئة منه يعني كان ماذا يقول هذه المرة؟ إشارة إلى هدف. سجل الهدف باسم دفاع اشبيليا، باسم المهاجم. فريقان يتعادلان بذات، ربما يكون من سجل وحول الكرة. ملمات من جديد، عرضية أمام المرمى، لقطة في مكان خطير، عرضية داخل منطقة الجزاء. تاريخ الكرة العالمية والأرجنتينية من خلال في 2020 في عقد ممتد يول لإبعاد الخطر. هذه اللقطة الأخيرة من جديد، عرضية خطيرة من تيلس ديلاتوري، كرة بالراس عالية، لمس. هل ستكون هناك عودة للفار؟